السلام عليكم، عاملين ايه؟ قبل اي كلام، صلي على خير الانام، صلي على الحبيب قلبك يطيب. لما يظهر لي كومنت زي ده، واحد يقول لي الكلمه دي، طيب انت كده خرجت عن الادب. يعني انا مش قادر ارد عليك، اكيد انا قادر ارد عليك، يعني اكيد انا قادر ارد عليك واسمعك كل اللي نفسك فيه. ولكن يا صديقي، احب اقول لك ان انت كده، دي ما اسمهاش رياضة، وده ما اسموش تحفيل. احنا نهزر ونحفل ونعمل كل اللي نفسنا فيه، ولكن كده قلة أدب وعدم تربية. ولكن أحب أقول لك إن أنت، يعني إن أنا خصيمك أمام الله يوم القيامة، والله خصيمك أمام الله يوم القيامة، لأن الموضوع بقى قلة أدب، بقى أوفر. يعني انت نختلف مع بعض في وجهات النظر. بص، انا مش حابب ازج باسم الزمالك او الزملكاويه في الموضوع، لان في ناس زملكاويه والله 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 ناس محترمه وعلى راسي، وفي ناس اهلاويه قلة الادب. يعني عشان بس ايه، نبقى متفقين، كل فئه فيها الكويس وفيها الوحش. فانا مش عايز اجمع، بس اللي حضرتك عملته ده، يعني انا مش عايز اسيء الادب ليك او ارد عليك الاساءه بالاساءه، ولكن احب اقول لك، فكر دي في الاول وفي الاخر كوره. انا بقول رايي وانت بتقول رايك، وفي الاخر انت يا اخي مش عاجبك كلامي ومش عاجبك رايي. ما تعمليش متابعه، ما تتفرجش عليا، بس تتفرج عليا. والكلام اللي انا بقوله بنزله على صفحتي الشخصيه، يعني الصفحه بتاعتي، القناه بتاعتي، بنزل الكلام اللي انا عايزه. دي صفحتي. انت مش عاجبك الموضوع، تقدر وتكنسل المتابعه او تكنسل الاشتراك وما تتفرجش عليا، انما ما تقلش ادبك. فاهمني؟ فبس هو ده اللي انا عايز اقوله، راجع نفسك، لان الموضوع واخد منك حيز كبير. انا صحابي او معظم صحابي جدا كلهم زملكاويه، يعني اكتر اصدقاء ليا جدا وقريبين مني زملكاويه، وعادي جدا، ولا بنتنرفز وبنشد وبنتريق وبنضحك، انما عمرنا ما خرجنا بره سياق الادب. يعني واتمنى من ربنا ان انت ايه، تراجع نفسك كده وتشوف انت صح ولا غلط. بس نهدي، بس مش اكتر ولا اقل. سلام يا صديقي.